مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم وجولة جديدة في أخبار عدد من المحافظات المصرية نستهلها معكم من محافظة بورسعيد، حيث سجلت المحافظة أول واقعة لتحرير محضر ضد طبيب امتنع عن إغاثة إحدى مريضات السرطان بمستشفى آل سليمان التخصصي. وقال أهالي المريضة إنهم توسلوا إلى الطبيب عن طريق الهاتف برغم أنه كان يتابعها بالمنزل منذ فترة، وقالوا إنها توفيت بعد أقل من 48 ساعة من هذه الواقعة حسب روايتهم. في موضوع آخر، أعلن عمال مصانع سوميتيومو الياباني للضفائر الكهربائية للسيارات أنهم نقلوا إضرابهم عن العمل المستمر منذ أسبوعين في المصنع إلى أمام السفارة اليابانية بالقاهرة، وذلك بهدف الضغط من أجل البحث عن حل لأزمتهم. ويطالب العمال بما يصفونها حقوقهم المالية والتأمينية وكذلك الخدمية. ينضم إلينا الصحفي أحمد الجمال من بورسعيد. بداية أحمد، ما هي الحقيقة بشأن واقعة وفاة المريضة المصابة بالسرطان وتقصير أحد الأطباء في متابعة هذه الحالة وعلاجها بشكل أو بآخر؟ نعم محمد، سجلت بورسعيد اليوم الأمس أول تحرير محضر لطبيب امتنع عن إغاثة إحدى مريضات السرطان بمستشفى آل سليمان التخصصي في بورسعيد بعدما توسل له أقاربها عن طريق الهاتف برغم أنه كان يتابعها بالمنزل منذ فترة، على حد وصف أهل المريضة التي توفيت عقب ذلك بيومين. وكان رابح محمد حسين الموظف بشركة كهرباء بورسعيد قد حرر محضرا بقسم شرطة المناخي مساء أمس الأول حمل رقم 40 أحوال يتهم فيه الطبيب شادي سعد طبيب أورام بمستشفى آل سليمان التخصص به لإنقاذ المريضة، وتدعى مصرية أبو الحسن 63 عاما ومصابة بالسرطان، وهم على بوابة المستشفى، ولكنه قال أنه مشغول. ويقول صاحب المحضر وزوج ابنة المريضة: حاولنا مرات عديدة معه لأنه الوحيد في بورسعيد لعلاج مثل هذه الحالات ولكنه رفض الحضور، فعدنا إلى المنزل في حالة سيئة على حد وصفه، وقررنا أن نذهب بها إلى خارج بورسعيد ولكنها توفيت بعد أقل من 48 ساعة من هذه الوقعة. ويقول صاحب المحضر أيضا: نعلم تماما أن هناك بعض الأطباء صغار السن والخبرة وحديث التخرج لهم مطالب مشروعة ونحن معهم، ولكن هل يتوازى مع قدسية هذه المهنة العظيمة؟ نعم. طيب أحمد، ما هو موقف الطبيب من ناحية أخرى؟ هل من رد فعل ورد من هذا الطبيب تجاه هذه الواقعة؟ حتى الآن محمد لم يرد أي رد فعل من الطبيب، ولكن أهالي المريضة قالوا أنهم سيتابعون المحضر حتى يصل إلى النيابة ولن يتركوا حق المريضة أبدا حتى يكونوا ذلك نموذج لمن يتأخر عن إغاثة مريض برغم إعلان إضرابهم. طيب، هل من المتوقع أن تغير مثل هذه الواقعة التي أدت إلى وفاة مريضة حسب ما يقول أهلها، هل من المتوقع أن يؤدي هذا إلى تغير في موقف الأطباء بشأن الإضراب عن العمل؟ لا أعتقد محمد أن هذا الموقف سيغير شيئا من موقف الأطباء، لأننا نرصد كل يوم حالات مرضى كبيرة السن في مبنى التأمين الصحي، سواء كان في مستشفى المبرة أو الأماكن التابعة للتأمين الصحي. نرصد كل يوم حالات كبيرة السن تقف بطوابير كبيرة لصرف الأدوية، ولكن عدم وجود الأطباء وإصرارهم على الإضراب في عدم صرف الأدوية إلا الملح منها، وهؤلاء هم كبار سن يصرفون الأدوية بالأشهر ولكنهم يقفون الطوابير الطويلة. طيب، دون أي رد فعل إيجابي. باختصار أحمد، إذا سمحت، ما يتعلق بأزمة عمال مصنع سوميتومو الياباني للضفائر الكهربائية للسيارات، لو تحدثنا عن هذه المشكلة وأهم تفاصيلها. نعم محمد، في تطور لموقف عمال مصنع سوميتومو الياباني للضفائر الكهربائية للسيارات بجنوب بورسعيد عقب إضرابهم عن العمل لليوم ال14 على التوالي للمطالبة بحقوقهم المالية والتأمينية والخدمية. أعلن العمال نقل اعتصامهم أمام السفارة اليابانية بالقاهرة منذ صباح اليوم، مؤكدين أنه لم يتم التوصل إلى تحقيق مطالب حتى الآن. كانت إدارة أهم هذه المطالب باختصار؟
نعم، أهم هذه المطالب زيادة الحوافز والبدلات والالتزام بالحد الأدنى للمرتبات وتعديل لائحة البدلات بشكل عام وعدم الإضرار بأي عامل شارك في الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بحقوق العمال، وعودة قرار الإدارة في خصم 17% من الراتب الأساسي، وعودة العمل إلى 6 أيام بدلا من 5، ذلك القرار الذي تم نعم. اتخاذه من قبل الإدارة وكان سببا لإضراب العمال. أشكرك شكرا جزيلا الصحفي أحمد الجمال، كنت معنا من محافظة بورسعيد. وإلى محافظة كفر الشيخ، حيث قررت نقابة الأطباء بالمحافظة